قال له لا انا جبت لك النهارده 3 بونت اهو، جاب له هدفين مهمين جدا. خلينا ناخد نجم نادي اتحاد الشرطه كابتن خالد قمر. ازيك يا كابتن خالد؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ ازي حضرتك؟ الله يخليك يا خالد. خالد قول لي يعني اولا مبروك عوده الدوري الممتاز، ثانيا مبروك اول 3 نقاط لاتحاد الشرطه في الدوري الممتاز المصري. طبعا زي ما حضرتك بتقول مبروك لمصر كلها على عوده الدوري الممتاز. نعم. ومبروك لفرقتي، يعني بدي الفوز لفرقتي ان احنا ادينا ماتش النهارده. نعم. يعني برغم ان احنا لعبنا 35 دقيقه، يعني كان ربنا كرمنا فيهم، ماسكين كوره جه فينا جون، قدرنا نعوض جون التعادل والجون الثاني، وقدرنا ان احنا نطلع من الماتش ب3 نقط. ربنا كرمنا ونركز ان شاء الله في الماتش الجاي، ماتش صعب، ماتش المصري. نعم. وربنا يكرم ان شاء الله. يعني خالد كان عليك كلام كتير او على انتقالك لاحد الانديه الكبيره سواء اهلي او زمالك خلال الفتره اللي فاتت، ولكن تمسك الكابتن خالد القماش بوجودك. يعني هل كان بالفعل في مفاوضات بينك وبين اي نادي اخر، ولا ده كان كلام مجرد كلام مواقع وجرايد؟ هو كان في كلام عن طريق وكيل اعمالي، وكان في كلام ان نعم. هم يعني في ناس عن طريق في النادي الاهلي كلموا النادي. نعم. بس بالنسبه للنادي كانت الامور صعبه جدا، ان في ظل الظروف ان ما فيش في الوقت ده كان خالد فروت، كان معايا صلاح عاشور راح انبي، دلوقتي مثلا معايا مصطفى رأفت، في سعيد مراد، في محمد ماجد قنوش. كان صعب ان هم يمشوني في الفتره دي. نعم. خدوا رئيس النادي اتكلم معايا وكابتن علي غيث، خدوا قرار لو الدوري ما رجعش في شهر 1 وكده ما رجعش، تبقى الامور سهله انك انت ممكن تمشي. نعم. لكن في ظل الدوري، رجوع الدوري يبقى صعب شويه يعني. تمام. اول واحد يعني مع الفرقه ان شاء الله، وربنا يكرم ان شاء الله. تفضل لك كام سنه في عقدك يا خالد؟ السنه الجايه، اخر سنه الجايه. السنه الجايه. خالد عايزك برضو تقول لي انت شفت المباراه ازاي من الناحيه الفنيه؟ انت كنت في الملعب، شفتها ازاي؟ هل شفت في تاثير غياب الدوري لمده سنه او اكتر على المباراه من الناحيه الفنيه؟ هو والله يعني بالنسبه لاول ماتش، يعني احنا النهارده، انا لعبت النهارده مثلا، يعني انا بتكلم عن نفسي، انا لعبت النهارده، يعني جيت في الشوط الثاني كده في اول ربع ساعه ثلث ساعه حسيت باجهاد. احنا بقالنا فتره قاعدين، بس نتمنى ان شاء الله الدوري ما يقفش وتفضل الامور ماشيه كده، وان شاء الله واحده ورا واحده ان شاء الله الواحد يبقى واقف على رجليه ونعمل نتائج كويسه ان شاء الله. اتمنى لك كل التوفيق يا خالد. كابتن خالد قمر مهاجم نادي اتحاد الشرطه، احرز هدفي اتحاد الشرطه اللي فازوا بيهم النهارده على وادي دجله 2